السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الفراخ القمر دي؟ الفراخ المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها حكاية. لو جربتوها بإذن الله هتعمليها عندك على طول وهتعتمديها. تعالى اقولك انا عملتها ازاي. اول خطوة في الفراخ المقرمشة النقع بتاعها والوزن. انا نقعتها في ايه؟ نقعتها بمية بملح بسكر بشوية من الجنزبيل، ولو عندك دقيق ضيفيه تطلع معاكي الفراخ طرية وجميلة. الوزن بقى بتاعها لازم يكون صغير عشان تستوي معاكي كويس. انا هنا كنت جايبة اوراق وقطعتها ل3 قطع. انت لو جايبة فرخة هتقطعيها على 8 او على 9 على حسب حجم الفرخة بتاعتك وعلى حسب القطع اللي انت عايزاها، بس لازم تجيبي حجم الفرخة صغير. جبت بقى، تعالى نعمل التتبيلة. جبت معلقة من الملح كبيرة، عليهم نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من البابريكا المدخنة. البابريكا المدخنة بتدي طعم جميل جدا للوصفة بتاعتي. جبت معايا كمان معلقة كبيرة من الثوم والبصل البودرة. معلقة كبيرة الثوم والبصل البودرة دي أساس أصلا الوصفة بتاعتي. جبت نص معلقة من الكركم، بتدي لون حلو قوي للفراخ. السر بقى هنا اللي بيدي نكهة مختلفة وبيخلي طعم الفراخ في حتة تانية، صويا صوص. بتجيبي معلقتين كبار بتحطي معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل. وهجيب معايا برضو كوباية من المية، مية من الحنفية عادية خالص، وهبدأ ان انا اضيفها على التتبيل. لو عايزة تضيفي لبن تمام، تضيفي زبادي ماشي برضو وتمشي معاكي. كل البدايل ديت كويسة، بس بره اصلا بيعملوها بالمية، ولا بيحطوا لبن ولا بيحطوا زبادي. انا عملتها بقى هنا كده بالمية زي ما انتوا شايفين. هدوب بقى البهارات بتاعتي مع المية بتاعتي كويس جدا، وهبدأ ان انا اجيب قطع الفراخ بتاعتي وانزل بيها في قلب التتبيله. بتضيفيها كده في قلب التتبيله بتخليها تتشرب بقى. دي بقى لما بتتشرب بتبقى في حته تانية. لو وصلتوا لحد هنا متنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده بقى انا نقلتها في بوله تانية عشان بسم الله ما شاء الله الفراخ كانت معايا كبيره كتير. فحطيتها في بوله تانية، يعني انا حطيتها في بوله اكبر، وهدخلها بقى التلاجة تقعد لها ليلة كاملة. انا كنت عاملاها من بالليل عشان تقعد ليلة كاملة وتتشرب كده من قلب التتبيل. لو هتعمليها في نفس اليوم قعديها ساعتين واستخدميها، مش اقل من كده. جبت بقى، دي كانت تاني يوم بعد ما شربت من التتبيلة. بصوا الجمال، بصوا قطعة الفراخ شاربة من التتبيلة ازاي. حاجة اللهم بارك، جميلة جدا. ان شاء الله طعمها يعجبك. جربوها بس وقولولي رأيكم في الكومنتات. تعالوا بقى نعمل الكفر بتاعها. جبت نص كيلو من الدقيق، على كل فرخة بتاخد نص كيلو من الدقيق. هضيف عليها بقى نفس البهارات اللي انا ضفتها على التتبيلة بتاعتي. كركم، ثوم وبصل بودرة، ملح، فلفل اسمر، بابريكا مدخنة. هضيفهم على بعض، وهضيف معلقتين من النشا كبار، واقلبهم كويس قوي. اخلط الدقيق مع البهارات مع النشا عشان كله يدخل مع بعضه. بعد كده بقى هبدأ ان انا اجيب مية ساقعة معاكم. دي مية ساقعة هي من التلاجة، او لو عندك قطع تلج ضيفي قطع تلج في قلب المية. هجيب بقى قطعة الفراخ بتاعتي، هبدأ ان انا انزل بيها في قلب الدقيق، ابدرها كويس جدا، اعمل لها كفر كده حلو تمام، وانفضها كده بالشكل دوت عشان ما يبقاش الدقيق بتاعي عامل عجين. لا، القطعة بتاعتي بنفضها كويس عشان تبقى الكفر بتاعي مفرود كده وحلو. وحطيتها في المية الساقعة، وبعد كده نزلت بيها تاني في قلب الكفر بتاعي الدقيق. وهبدأ ان انا
هكون بقى حاطه ايه، حاطه على النار زيت سخن نار متوسطه. يعني انا هنا كان ده شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي، مفيهاش بقى قطعة عجين ولا اي حاجة. هنا كان نار زيت سخن نار متوسطة عشان الفراخ بتاعتك تستوي. حطيت اول قطعة، تاني قطعة بقى هعملها برضو معاكم بنفس اللي انا عملته من قلب الدقيق. ابطرها كويس جدا، اشيل منها واحطها في قلب المية الساقعة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وانزل بيها تاني في قلب الدقيق واضغط عليها كويس قوي وانا بعمل القطعة اهو. قربت لكم البتاع عشان تشوفوه اهو. شايفين الجمال؟ قطع الفراخ اصلا ولا ريحتها تتاكل نية، جميلة جدا. هبدأ برضه احطها في قلب الزيت. هعمل برضه بقية الكمية بتاعتي، يعني هخلص بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. هفضل ماشية بقى على بقية الكمية بنفس الطريقة كده واخلصها. بصوا الجمال والحلاوة، جميلة جدا، جميلة جميلة جميلة. جربها بقى في الزيت اهيت، اوريكم شكلها بعد ما تطلع. وده شكلها بقى بعد ما قليتها وصفتها بقى على مناديل. بصوا الجمال بقى والحلاوة، وطالعة مقرمشة جميلة جدا ومستوية، يعني اللهم بارك. وطعمها حكاية. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكل جديد.